لو جبت اي واحد في تانية اعدادي وحطيت قدامه كوبايه ميه وسالته سؤال، الميه دي ممكن تكون عامله ازاي؟ والله لو الميه دي في الحاله السائله هتفضل زي ما هي، يا اما نحطها في التلاجة لحد ما تتلج وساعتها بتتحول للحاله الصلبه، يا اما نغليها بقى وتتحول لبخار وساعتها بتكون في الحاله الغازيه. بس اللي انت ما تعرفوش ان الماده ممكن تكون في حاله رابعه. اي ماده حوالينا في الكون بتكون متكونه من جزيئات، والجزيئات دي بتتقسم لحاجات اصغر اسمها ذرات. حتى الذرات دي مش اخر حاجه، برضو بتتقسم لحاجات تانية اصغر منها. فالذره بتكون عباره عن نواه وبيدور حوالين منها حاجه اسمها الكترون. فاللي بيحصل بقى في الحاله الرابعه للماده واللي هي اسمها البلازما، هي ان الماده بتتسخن بشكل كبير جدا وبتاخد طاقه عاليه، لدرجه ان الالكترونات اللي موجوده في ذره الماده بتهرب من المدار بتاعها حوالين النواه، وبتفضل الالكترونات دي حره طليق. صحيح هي لسه تبع نفس الماده، بس هي عايشه حياتها ومدلعه نفسها، وساعتها الماده بتكون في حالتها الرابعه اللي هي البلازما. والبلازما دي بقى لها استخدام مهم جدا، وبنستخدمها في صناعه اللمبه اللي قدامك في الصوره اللي انا مش عارف انطق اسمها. حاجه غريبه قوي يا جدع.